إياك أن يغرك الإخواني أو السروري بكثرة صلاته أو بكثرة صيامه أو بكثرة قراءته أو بجمال صوته أو بكثرة حفظه للشعر أو بكثرة بلاغته وفصاحته أو بكثرة بكائه. إياك أن يغرك وهو على منهج الخوارج، فإن هذه من أساليبهم لكي يفتنوا الشباب، لكي يجروا الشباب إلى تنظيماتهم وإلى حزبياتهم. يأتون إلى الشباب الغر المساكين يقولون لهم تعالوا عندنا حلقات، أنتم تحبون العلم أليس كذلك؟ عندنا جلسات طيبة في أماكن، في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، ليس أمام الناس المساجد. لا، الإخوانية والصورية ما يحبون المجالس مثل هذه المجالس، بل يحذرون الشباب عن مثل هذه المجالس. إذا كان هناك محاضرة تحذر من التنظيمات الإرهابية من الإخوانية والسورية ومن داعش، يصرفون الشباب، يرتبون لهم رحلة أو طلعة أو جلسة ويصرفونهم عن هذه المجالس، وهذا شيء معروف وواقع من واقعهم. يجلسونهم في جلسات يربونهم على كتب حسن البنا والسيد قطب في ظلال القرآن، كتاب سيد قطب الأصول العشرين، حسن البنا السيرة النبوية، مصطفى السباع وغيرها من كتب الإخوان، ثم يترقون معه إلى أن يدخلوا في هذه المناهج الفاسدة المفسدة. يجب أن نكون على حذر.